السلام عليكم اخوتي، لاباس عليكم؟ بخير؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا مزيانين، تكونوا في احسن الاحوال. جيت نشارك معكم النهار ديالي، نحضر معكم الغديوه. بالنسبه اخوتي الغديوه ديالنا عندي هنا مطيشه بالكفته والبيض، وانتم كيبقى الاختيار ديالكم، عملوها بالبيض او لا بلا ما تعملوها ماشي مشكل، ماشي ضروري. المهم غديوه صيفيه خفيفه ودغيا ما كتوجد معنا، وغادي نديكم معايا نبحروا وفي الخريجه، وهانتم معايا في النهار ديالي كامل. وما تنساونيش من اللايك واشتراك في القناه والتعاليق مزيونين فحالكم اخوتي. بالنسبه هنا عندي مطيشه بالنسبه للمطيشه كيبقى الاختيار ديالكم، عملوا القياس اللي بغيتو نتوما. انا عملت تبارك الله حيت كانوا معايا العائله، ماشي تسمعوا العائله لكم الله بصح العائله لا. المهم بالنسبه عندي هنا مطيشه مقطعه مربعات صغارين، او حكوهم في الحكاكه او طحنوهم في الهشور كما بغيتو نتوما، كيبقى الاختيار ديالكم. المهم انا كيعجبني الصراحه ملي نكون عاد نعمل هاد المطيشه هكذا بالكفته، كيعجبني نقطعها هكذا مربعات صغيورين، صغيورين ماشي كبارين. بالنسبه انا يكون عين موسيقى طاحن مزيان وصافي، وكنقطعوهم مربعات ستيتوين وكنعملوهم في كما كتشوفوا. كيعجبوني نقطعهم ستيتوين كما كتشوفوا اخوتي هكذا بهذه الطريقه هذه. بالنسبه انا غادي نعملوا في هذه المقله هذه، نتوما عملوها في المقله او الطويجين او شي طنجره شي كاميله صغيره، كيبقى الاختيار ديالكم. المهم انا هنا عملت الزيت البلديه، وانتم كذلك عملوا الزيت البلديه او الروميه اللي عندكم متوفر. المهم كنعملوا ديك المطيشه وحنا ماشيين كنقطعوا شويه بشويه شويه بشويه حتى كنكملوا الكميه د المطيشه اللي عندنا كامله. من بعد كنعملوها تشحر. بعد ما كملت مطيشه كامله، دابا هنا غادي نحك الثومه، غادي نحكها في الحكاكه او قطعها حتى هي مربعات صغيورين ماشي مشكل. المهم نحكها هي الاولانيه باش كنعملوها مع ديك المطيشه تشحر عفوا تشحر في الزيت مزيان مزيان حتى كطيح ديك المطيشه كامله. المهم نحك بعد الثومه. المهم بالنسبه للثومه كما كتشوفوني اخوتي انا كاع ما كنقشرها، كنزولها عيد ديك الرويصه ديالها بالمص، ومن بعد كنحكها. كتجي الصراحه طريقه سهله ومزيونه، وفي نفس الوقت ما حتى مثلا الحكاكه ما تجرح لك شي يدك. كتجي الطريقه صراحه مزيونه، الثومه كتهود من تحت وكتبقى في يدك غير القشاره ديال الثومه. صراحه الطريقه مزيونه بزاف وعمليه. المهم من بعد غنحك هاد الثومه اللي عندي كامله كما كتشوفوا اخوتي، غادي نعملها على ديك في المقيله. المقله هي مطيشه وهذه الثوم بوحدهم اللي غادي نعملهم يتشحروا، وغادي نرجعهم على بوطون وكنغطيها وكنخليها تشحر مزيان مزيان حتى كطيح مره. نتوما كتعرفوا كما كتعرفوا بان بالنسبه للكفته دغيا ما كطيب، والبيض حتى هو دغيا ما كيطيب ما كيتعطلش. المهم انا من بعد ما رجعت على بوطون وتشحرت غنعمل هنا الربع. بالنسبه للربع عندي القزبر والمعدنوس مخلطين مع بعضياتهم، وغادي نحرك مزيان مزيان كما كتشوفوا اخوتي. المهم هذا المقيله صراحه كتجي ساهله ماهله. المهم خليت هذاك على البوطه كتشحر ورجعت نحضر معكم الدنجل. بالنسبه للدنجل انا غادي نعمل الدنجل غير في الكوكوط باش يوجد دغيا، لان حنا كنا مزروبين، كنا زعما بغينا الغديوه نديوها معنا نتغداو على برا. ولكن المهم صافي. المهم هانتوما معايا في الفيديو وغادي تشوفوا كل شيء. بالنسبه هنا للبوتنجان غادي نقطعوا بهذه الطريقه هذه مربعات هو صغيورين، باش هاد الطريقه صراحه سهله ودغيا ما كيوجد ما كيتعطلش، دغيا ما كيوجد ما كيديش بزاف ديال الوقت. بخصوص الانسان اللي كيكون مزروب، فلهذا نعمل الحاجه اللي هي سهله، نوعوا الطابله ديالنا وفي الوقت الحاجه اللي هي سهله مالا ما كديناش بزاف ديال الوقت. بالنسبه قلت لكم اخوتي، المهم انا نقطع هاد البوتيجالات كاملين. وبالنسبه للبوتنجان كذلك الاختيار اللي بغيتو تبارك الله كيخرج كميه كبيره. يعني واخا كما كتشوفوا عندي 4 ديال البوتنجانات وخرجوا لي كميه كبيره. المهم بالنسبه ملي عملت انا ديك البوتنجان هكذاك في الكوكوط، غادي نقطع على هاد الحبات ديال المطيشه، جوج ديال الحبات ديال المطيشه او واحده الا كانت كبيره ماشي مشكل. المهم انا بالنسبه للمطيشه ديالي هادو صغيورين شويه، فلهذا عملت جوج صغارين. وانتما كيبقى الاختيار ديالكم، عملوا جوج او واحده. قطعوا مربعات بهذه الطريقه كما كتشوفوا اخوتي في الصوره. سمحوا لي كنبقى نكرر الهضره معليش، وسمحوا لي كذلك الصوت ديالي شويه مبحبح لان كنا في البحر وكان الهواء تبارك الله
وضربني الريح شويه. في هذا الصوت ديالي بح ما كنقدرش حتى نهضر بالجود، والله العظيم كما كتشوفوا دابا تبارك الله مع الصيفيه الانسان كل واحد فين هو، ما كنحطش حتى الفيديوهات بزاف. المهم بالنسبه خوتي ملي عملت ديك مطيشه كما كتشوفوا غنعمل هنا فصوصه ديال الثومه، 5 أو 6 ديال فصوصه ديال الثومه. الثومه اصلا مزيانه وصحيه واخا تكثروا منها ماشي مشكل. وهنا كذلك عاود نعمل القزبر والمعدنوس عاوتاني وغادي نعمل العطريه. بالنسبه للعطريه المهم تنزيد شويه ديال الربيع. المهم بالنسبه للعطريه كيبقى الاختيار ديالكم عاولي عندكم متوفر في الدار. العطريه كنعمل انا هنا عملت الزيت البلديه، او كذلك كيبقى الاختيار ديالكم زيت البلديه او زيت الروميه اللي عندكم متوفر، ماشي ضروري تعملوا زيت البلديه. المهم انا بحكم عندي زيت البلديه متوفر دائما كيعجبني نطيب الزيت البلديه. وغادي هنا نعملوا الملحه. المهم بالنسبه لهاد البوتيجه كنعملوا كلشي في دقه واحده وكنشدوا عليه وصافي. هذه الطريقه اللي كنعمل. المهم هنا عندي الكمون، مغروفه صغيره ديال الكمون باسم التحمير، 2 معالق صغار ديال التحميره، والزريعه ديال القزبر، 2 معلقه و4 ديال زريعات القزبر. وغادي نشد عليه في الطنجره وغادي نعملو على البوطه، وانما البوطه تكون امنه قصه باش ما لان ما كنعملو له حتى قطره ديال الماء، كنخليوه يطيب بالماء ديالو. المهم بالنسبه خوتي ديك المطيشه ديالي من بعد ما تشحرت مزيان كما كتشوفوا خوتي، انا كنغطيها وكنخليها تشحر في الماء ديالها، ما كنعمل لها لا ما لا حتى شي حاجه. نحركوها مزيان بشويه باش ما تلصقناش، مره كنحركوها باش ما تلصقش وصافي. بالنسبه هنا نعملوا دابا العطريه كذلك. العطريه غنعملوا فلفل حمراء، 2 معالق صغار ديال الفلفل حمراء يعني التحميره. هنا عندنا الكمون ما كنكثروش منه باش ما كيجيش مريور كما كتشوفوا، حتى هو 8 ديال المعلقه صغيره. وهنا عندنا زريعه ديال القزبر حتى هو عاود كما عملت في البوتنجان كنعمل هنا في مطيشه. زريعه القزبر واخا تكثروا منها شويه ماشي مشكل، كتعطي مذاق مزيون وعاد صحيه. وهنا غادي نعملوا المليحه. وبالنسبه للربيع انا ديجا كنت عملت الربيع وصافي خوتي هادشي اللي عندنا وعملتهم، رجعتها على بوطه كذلك تتشحر وصافي. وهنا غادي نحضر معكم الفلفله شويتها انا في الفران، وانتم شويوها في الفران ولا شويوها على البوطه، كيبقى الاختيار ديالكم. انما انا الصراحه انا ما عجبتنيش مشويه على البوطه، كتطلق فيها ديك الريحه ديال الدخان، ما عجبتنيش. فشويتها واحد النوبه من بعد قيستها ما عجبتنيش، رميتها الله يسمح لي يا ربي لان ما عجبتناش فيها ديك ريحه الدخان. ودابا هذه عملتها في الفران، تشوات في الفران صراحه كتجي مزيونه وكتجي سهله ودغيا ما كتشوى كما. المهم هنا كتبقى سخونه تبارك الله، عملتها في الميكا باش تعرق باش كتبقى تقشرنا كما كتشوفوا اخوتي في الصوره. المهم انا قلت لكم الغديوه الصيفيه وخفيفه ودغيا ما كتوجد ما كتعطلش معنا. حنا كنا خارجين عاوتاني كنا خارجين ماشي البحر، حتى تغدينا عاد مشينا للبحر لان البحر قريب ماشي بعيد بزاف. المهم كما كتشوفوا اخوتي عملت انا ديك الزيت والثومه نحركهم مع بعضياتهم مزيان. ودابا هنا غادي نعمل العطريه عاوتاني ديك حتى هي. هنا غنعمل فلفل حمراء عاود 8 ديال المغروفه ونص لان ما عنديش الفلفله بزاف، نعملها شويه. وهنا عاود كذلك الكمون حتى هو عاود الكمون ما تكثروش منه باش ما يجيش مريض. المهم الطريقه صراحه كتجي مزيونه بها الفلفله، ما عرفتش واش حتى نتوما كتحضروها بهذه الطريقه هذه. وهنا الزريعه ديال القزبر وغنحركو مزيان هاد العطريه مع الزيت والثومه مزيان تينسجموا لنا مزيان كيجيو صراحه مزيونين. هاد الاكلات هادو خفيفين وصيفين وكيتواتوا مع بعضياتهم مزيان. المهم كنحركو كما كتشوفوا اخوتي باش نعمل الفلفله من بعد ما قشرتها. من بعد ما قشرت الفلفله ديالي غادي نعملها دابا هنا في هذا المقيله هكذا الزيت بارده ما متاش تسخن باش ما تحرقش ديك الثومه.
كما كتشوف اخوتي هكذا وصافي. وهنا غادي نحرك مزيان مزيان وغادي نعملها على البوطه، نعملها على بوطه تشحر واحد شويه لان كما كتشوف اخوتي لان هي تبارك الله الفلفله راها طايبه دابا، تشحر واحد شويه في ديك تدخل فيها ديك التويمه. المهم انا نسيت صراحه ما وريتكمش الربيع، عملت واحد شويه ديال الربيع، عملت واحد شويه ديال الربيع عاود تا هو قزبر معدنوس مخلطين مع بعضياتهم عملتهم، يعني نسيت ما وريتكمشي. المهم اخوتي من بعد هذه البوتنجان ديالي مني طاب وفتحت عليه. دابا غادي نحركو مزيان ونرجعو بوطه يتشحر واحد شويه لان ديك العطريه وداك الشيء انا ما حركتوش خليته هكذاك. دابا من بعد غنحركو ونرجعو على بوطه. بالنسبه اخوتي المطيشه ديال من بعد ما تشحرت مزيان مزيان، دابا هنا غادي نعملوا لها الكفته. نتوما كيبقى الاختيار ديالكم، كفته ديال الدجاج ولا كفته ديال البيبي، كيبقى الاختيار ديالكم. قلت لكم كفته ديال الدجاج ولا كفته ديال البيبي اولا ديال الغنمي. المهم هي كما كتشوف اخوتي كنعمل حتى هكا الطماطيشه مره عاد كنعمل انا الكفته، كنستفوها كامله في ديك المقيله. هي اخوتي كما كتشوفوا شفتها كامله كنحاول ندخل فيها ديك المطيشه والعطريه وداك الشيء باش تلبى، لان الكفته انا ما كنعملها لا بصله لا ملحه لا حتى شي حاجه. ملي كنعملوها في هذه المقيله هذه راه كتلبى بديك العطريه وديك بكل شيء. المهم من بعد ما عملت الكفته كنعمل مطيش البيضات ديريكت كنعملو موراهم، ماشي نخليو حتى هكا طيب الكفته عاد كنعملو البيضات لا كنعملوهم مع بعضياتهم وكنغطيهم وكنعملو على بوطه يطيبوا مزيان. تعرفوا البيضات هما تبارك الله كيتعطلوا واحد شي شويه يطيبوا، وكفته اصلا دغيا ما كطيب ما كتعطلش، واصلا ما خصناش نخليوها طيب بزاف الكفته باش ما تجيش معنا يابسه ولا مكرزه، ما عرفتش كيفاش كتقولوا لها نتوما. المهم هاد الطريقه هذه الصراحه. المهم هنا غنغطيها بالمغطى ديالها وغادي نعملها على بوطه الطيب. المهم انا 5 بيضات وانتم كيبقى الاختيار ديالكم، ولا 5 ولا 4 ولا 3 اللي بغيتو. المهم انا تبارك الله عملت مقله، انا قلت لكم معايا العائله عملت مقله تبارك الله كبيره. المهم صافي اخوتي من بعد ما طابت الغديوه ديالنا هي هذه اخوتي كما كتشوفوا هذه الفلفله اللي شحرت في داك الثوم والزيت البلديه والعطريه. المهم كتجي لذيذه الصراحه بزاف كتجي لذيذه وكتجي وسهله، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، وغديوه صيفيه ودغيا ما كتوجد معنا ساعه المكانه انت وجدتي الغدا. المهم انا بالنسبه عملت الغدا اللي هو ساهل وخفيف باش يبقى لنا الوقت نخرجوا. انا قلت لكم كنا عندي معنا الغدا نتغداو في البحر، ولكن عاودت لقاو لنا فين قلنا لا نتغداو هنا عاد نمشيو. وهذا البوتنجان تا هو تبارك الله كيجي رائع جدا صراحه، كيجي لذيذ وخفيف ومن كثرش يعني. نحب العاد المقليات في الزيت في الزيت من الاحسن الانسان ما يكثرش الزيوت بزاف. المهم بالنسبه كيتم هذا مطيب في الزيت البلدي راه هو صحي، وحتى الفلفله حتى هي في الزيت البلدي حتى هي كتسمى صحيه، ومطيشه حتى هي وكذاك. المهم هذه الغدوه ديالنا خوتي الصيفيه كتجي لذيذه بزاف، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم واي واحد الا جربها يخلي لي في التعاليق. المهم بالنسبه هنا خوتي مشينا للبحر كانت العشيه حتى مع ديك الأربعة هكذا الخمسة عاد مشينا، ولكن تبارك الله كان واحد البحر شحال نقول لكم كان غزال رائع جدا الصراحه. كانوا الماء تبارك الله سخونين ورا الوليدات ما بغاوش يخرجوا لنا من الماء نهائيا، عجبهم البحر وما بغاوش يخرجوا من البحر بصفه نهائيا، عجبوا الماء سخون وعجبهم الحال الصراحه. وكان البحر راكد كان رائع الصراحه، كان رائع جدا والله العظيم. استمتعوا الوليدات وعاموا وعجبهم الحال. وهذه هي البحر صراحه الدنيا غزاله، وكالدنيا تبارك الله عمرها لان عرفتي راه الغروب والناس باقيين جالسين تبارك الله في البحر. شوفوا الدنيا تبارك الله شحال غزاله. شكون يعرفنيش من مدينه انا يخليها لي في التعاليق اخوتي. تبارك الله. المهم حنا مشينا دابا مشينا من بعد ما هذا الفيديو اللي عملت انا حتى اخر لحظه عاد عملت الفيديو، بغيت نعمل فيديو حتى للغروب عاد عملت هذا الفيديو الصراحه قلت نشاركه معكم. شوفوا تبارك الله
الجو شحال كان مزيون. شوفوا بالنسبة ملي كتخرج من البحر كتلقى الصراحة الجو بارد شوية، وإنما في الماء الماء كانوا سخونين، كنت كنحط رجلي في الماء كانوا الماء سخونين تبارك الله. ومن بعد ما سالينا مشينا تعشينا العشيوة ديالنا، كلينا بوكاديوس برا وصافي. هذا هو النهار ديالنا خوتي. كنتمنى الاعجاب ديالكم وما تنساونيش من الدعم واللايك والاشتراك والتعاليق مزيونين. وكنشكركم اخوتي بزاف. سمحوا لي تعطلت عليكم، شحال ما حطيت شي فيديو. تما على خير، السلام عليكم وخليتكم على خير. تهلاو.